السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة هريسة الشطة الحمراء. أنا جبت شطة لقيتها عجبتني جميلة، فجبتها غسلتها كويس وسبتها اتصفت كويس من المية تماما. وزي ما حضراتكم شايفين أنا إن شاء الله هنضفها من العنق بتاعها، هشيله كل الحتة الخضرا دي كلها هنشيلها. وبعد كده بفتحها برضو اشيل برضو البذر اللي فيها، بنضفها كويس من البذر اللي فيها. وهنا بعد ما نضفناها كويس وشلت البذر اللي فيها الداخلي كله، لان هو اصلا حراق جامد، لما بسيبه فيها هو هيزيتها حرقية، مش هيفيدني باي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين انا شلته كله. وهنا البذر اللي فيه طلعته منها، ممكن استفاد ان انا اعمل منه شتلة، يعني هنجرب ان شاء الله مع بعض ونشوف. وهنا ان شاء الله هنضربها في الكبة. انا مش عايزاها ناعمه قوي، يعني انا هضربها لازم تكون يعني زي المجروشه كده، تكون فيها حبه، يعني تكون خشنه شويه عشان ما تسردش السائل بتاعها كله. انا مش عايزاها يبقى فيها سوائل خالص. وهنا هضيف عليها مع كل مره هضرب فيها، هنضيف عليها نص معلقه ملح او اقل من النص معلقه. وهضرب حبه وبعدين هحط حوالي معلقه زيت او معلقتين. وبرضو نضرب كمان مره بعد ما نحط الزيت، بحيث ان هي كلها تبقى زي يعني تشرب من بعضيها. وهنا بعد ما خلصتها كلها ضرب زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله، ما ولا سردت السوائل بتاعتها ولا اي ميه، ما فيهاش ميه ولا اي حاجه. ولازم أن تكون خشنه فيها حب، يعني تكون ماسكه بعضها كده، ما تكونش سايله زي الميه. وانا بجيب العلب ديت، طبعا بشتريها من عند اي حد من الناس اللي بتبيع الحاجات ديت، الاطباق الفل العلب ديت والاكياس بيبقى عندهم العلب ديت، فبجيبها بخزن فيها الحاجات ديت في الفريزر. بصوا بسم الله ما شاء الله، لونها تحفة، شكلها جميل جدا. هتنفعك في حاجات كتير. هتحط منها على البتنجان المخلل، هتحط منها على اكل انت بتعمليه محشي، اي طبيخ، على تعملي منها، مش هتحطي منها على جميع انواع المخلل اللي هتخلليه. وهنا برضو انا عبيتها اهوت، بسم الله ما شاء الله، الكميه ادتني 3 علب كبار، وعملت لي علبتين صغيرين. وبألف هنا والشفا، يعني هتعجبكم جدا، مفيش غنى عنها والله. في الفريزر بتحط منها على حاجات كتير. وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات ان شاء الله تانية كتير تعجبكم، واحنا مع بعض بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك. وبإذن الله ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.